أرقام نمو جديدة يكشف عنها الرئيس المدير العام لشركة كوندور عبد الملك بن حمادي على هامش احتفالية خصصت لتكريم أحسن الزبائن بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة، إذ حققت المؤسسة نسبة نمو تجاوزت 32% من رقم الأعمال بإطلاق 15 نموذجا في عام 2016. من لابار دو مارشي تاعها في بعض المنتجات اللي وصلت حتى 50%. قمنا كذلك بتسويق منتجات جديدة في الاي تي لنصل إلى 18 تقريبا 18 موديل في الهواتف النقالة واللوحات الشمسية. كذلك ولأول مرة في الجزائر خرجنا منتوج اللي يسمى كيدز واتش اللي هو مخصص للأطفال. بن حمادي أكد أن الزبائن لديهم مجال اختيار واسع لمنتجات المؤسسة إلى جانب مجموعة متنوعة لضمان رفاهيتهم وتلبية حاجيتهم اليومية، فيما سيتم قريبا تدشين 3 خطوط إنتاج جديدة من معدات المطبخ وزيادة نسبة دمج هذا النطاق. مشاريع كوندور في 2017 في النشاط نتاعنا عندنا خطوط إنتاج فيما يخص لي كونجيلاتور رايحين نرفعوا نسبة الإنتاج تاعنا ل 200,000. عندنا خطوط إنتاج فيما يخص المطابخ لي كويزينيير لي كويزين. وعندنا مشروع مهم جدا هو استعمال ولأول مرة خارج اليابان غاز جديد وهو الإير 32. راح نستعملوه في الكليماتيزور نتاعنا. مفاجآت كوندور لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستمس قطاع الموارد البشرية والتنظيم عبر الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز الخبرات والتدريب والبحث وكذا التطوير. أما فيما يتعلق بالتصدير، أكد بن حمادي أنه يطمح خلال السنة الجارية إلى تصدير 50% من منتجات المؤسسة، مذكرا بأن كوندور موجودة في عدة بلدان في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، وتوزع الهواتف الذكية في فرنسا. كانت كذلك سنة بداية تصدير، بحيث تم فتح أول قاعة عرض لكوندور خارج الجزائر في نواكشوط بموريتانيا. قاعات عرض أخرى راهي جاية في باماكو في مالي، في السنغال، في البناء، في تونس الشقيقة، وفي الأردن. احنا كنا تعاهدنا أمامكم وأمام الشعب الجزائري باش نوجهوا طاقاتنا ومواردنا البشرية للتصدير، قناعة بأن الجزائر قادرة تدخل الأسواق الخارجية. هذا وأعلن عبد الملك بن حمادي عن إبرام اتفاقية تعاون مع شركة سويسرية لحماية المستهلك، وذلك في مجال الأدوية والمياه المعدنية وغيرها، إلى جانب شراكة أخرى تتعلق بالحبر الإلكتروني.